ودلوقتي معكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. أعزائي مستمعي راديو مصر، برحب بيكم في أولى حلقات برنامج كورة من الآخر. طبعا أنا سعيد بوجودي في محطة كبيرة زي راديو مصر، أكيد يعني كوكبة من النجوم بتقدم برامج، طبعا هي برامج سياسية، وإحنا يمكن أول برنامج رياضي نبقى موجود على الحلقة أو المحطة. يمكن برنامجنا أكيد مش هيبقى مش كورة وبس، يعني احنا كلامنا كورة من الآخر اسم البرنامج، ولكن مش كورة وبس هو اللي هيبقى موجود في برنامجنا. أكيد هنتكلم دايما باستمرار على الرياضات الأخرى والارتقاء بها، يعني هنناقش قضايا، هنناقش بكل تفاصيلها سواء الإيجابيات والسلبيات، وده اللي هنعمله باستمرار بحيث ان احنا نوصل لأسمى حاجة لينا للرياضة، لأن الرياضة في مصر محتاجة طبعا الرأي والرأي الآخر بحيث ان احنا نتقدم بيها. يمكن طبعا أكيد هنبتدي حلقتنا النهارده، هيكون معايا طبعا أستاذ عمرو مخلوف رئيس تحرير، نادر عباية في الإعداد، هيكون معايا الميكسر نانسي فيكتور وشيماء محمد. نسيت اقول لكم ايضا ان احنا هنكون معانا اخبار اكسكلوزيف هتبقى موجوده معانا، وفي فقره اسمها هاشتاج ارفعها الرؤى، دي اسئلتكم اللي هتبقى موجوده على صفحه البرنامج كوره من الاخر بالعربي، وهتكون ايضا موجوده علعلى صفحه راديو مصر اللي هتكون www.facebook.com/راديو مصر 88.7. ارقام تليفونات المحطه هتكون 25 79 31 9 5 25 7 6 5 7 8. يلا نبتدي على بركة الله. واكيد طبعا الحدث الاكبر هو مباراة الزمالك اللي هتبقى اقل من 150 دقيقة، هتبتدي ان شاء الله. توفيق ان شاء الله نادي الزمالك النهارده، بطولة كبيرة لو حققها نادي الزمالك هتبقى اعجاز، اعتقد ان هو اعجاز كبير. ولسه معاكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. رجعنا لكم من تاني وكورة من الآخر. أكيد طبعا مباراة النهاردة، مباراة الحدث الكبير، مباراة الزمالك وصن داونز نهائي أفريقيا، حاجة يا جماعة مش معقولة. يمكن أنا حضرت البطولة دي، والنهائي ده امام نفس الفريق صن داونز 2001 مع مستر مانويل جوزيه. عايز اقول لكم الله يكون في عون اللعيبه، استعداداتهم قبل المباراه. طبعا الاستعداد مش من دلوقتي، الاستعداد من اسبوع، من اخر مباراه لعبها نادي الزمالك امام صن داونز هناك اللي خسر فيها 3-0. يمكن 3-0 نتيجه كبيره، ولكن لو جينا فكرنا كده بشكل، لو الزمالك لعب اكن المباراه هي اول مباراه ليه، وان هو عايز يكسب 3-0 او عايز يكسب بشكل ما، اعتقد انها مش صعبه. فبالتالي لو نادي الزمالك النهارده، وانا بقول انها مباراه لاعبين، طبعا مباراه لاعبين وتنفيذ تعليمات مدرب، اعتقد ان الزمالك ممكن النهارده يعمل المعجزه ويكسب 3 أو 4 لو اللعيبه عايزين كده. فبالتالي النهارده بقول مباراه لاعبين، مباراه حماس ورجوله في الاداء وتنفيذ تعليمات مؤمن سليمان. اعتقد ان التجهيز موجود. اخطاء كانت موجوده في المباراه اللي فاتت، وده وارد وبيحصل. التجهيز ما كانش على اتم الاستعداد للمباراه دي، وده اللي حصل، ان اللعيبه كانت بعيد تماما عن التركيز. ممكن ال 30 دقيقه الاولانيه كان في فريق نادي الزمالك مركز وبيوقف صح، بيتحرك صح، ولكن لحظه من اللحظات بعد الجون لما جه الامور فكت. اعتقد ان النهارده الوضع مختلف، تجهيز مختلف، اللعيبه بقى لها اسبوع بتسمع كلام كتير. ممكن يبقى معاه الكلام ده بيبقى عامل ايجابي، وممكن يبقى عامل سلبي لو فكروا بشكل صحيح. اعتقد العامل الايجابي هو الاهم. النهارده جمهور كبير، يا نهار ابيض لما نلاقي جمهور زي ده موجود في استاد برج العرب بالشكل ده بالحماسه دي، اعتقد ان هو عامل ايجابي بشكل كبير. نروح بسرعه لاستاد برج العرب، ومعانا الناقد الرياضي علاء حمام، وطبعا هيقول لنا كل التفاصيل، كل ما يخص هذه المباراه، سواء بقى دخول الجماهير، وصول الفريق للاستاد، كل ده مع علاء حمام. مساء الخير علاء. مساء الخير علاء، ازيك عامل ايه؟ طمني ان الاستاد عامل ازاي، الجمهور عامل ازاي، وصول الفريق، يعني طمني على فريق نادي الزمالك بشكل عام، على الشكل عندك.
والله يا كابتن الاستاد فيه حوالي 80% مقاعده مليانه والجماهير بتتوافد، وانا شايف ان في يسر في التنظيم، تنظيم جيد جدا، لكن طبعا الاعداد كبيره جدا وبتتوافد باعداد كبيره، فيمكن ده اللي بيخلي الامن يعاني شويه. طب يعني الامن بيعاني، يعني في تكدس، في مشكله طبعا في الدخول طبعا كده. تكدس فعلا من الاعداد الزائده على البوابات. لكن داخل الاستاد الامور مستقره جدا، اغاني وطنيه، جماهير الزمالك متفاعله جدا، هتفت اول ما دخل افريقيا يا ابطال، غنت للاعيبتها، غنت اغاني نادي الزمالك الحماسيه، الروح التفاؤل، روح التفاؤل عاليه جدا عند الجماهير. برضه نادي سان داونز حضر معاه حوالي 300 مشجع، لكن اول ما دخلوا شاوروا بعلامه 3، يعني ان هم فازوا 3 في مباراه السوبر، خلى جماهير الزمالك قعدت تهتف اكثر لفريقها وهجمتها شويه يعني. طب يعني عايزك تقول لي، طيب الاعلام المرفوعه ايه دلوقتي علاء؟ يعني خلي بالك المستشار مرتضى منصور كان ادى امر ان نادي الزمالك هيوزع علم مصر بجانب اعلام نادي الزمالك، ده حصل النهارده فعلا؟ فعلا نادي الزمالك وزع اعلام مصر، وهنا اصلا في ناس جايه بعلم مصر وناس جايه بعلم الزمالك، وطبعا ناس لابسه كتير تيشيرت الزمالك، لان طبعا ده نهائي ودي مباراه الزمالك. انا شايف الاعداد الكبيره علم مصر طبعا وعلم الزمالك، وفي علم كبير جدا لمصر في استاد برج العرب موجود، مجموعه من الجماهير جايباه وفرشاه على مدرج كبير، وطبعا الاغاني الوطنيه كل الجماهير اللي موجوده تتفاعل معاها. دلوقتي الوفد الاعلامي لنادي سان داونز وصل ومعاه بيرفقوا الامن دخل بيه لحد مقصوره الاعلاميين. بالنسبه لكابتن كنت عايز اكلمك على الفريق. اتفضل. الفريق طبعا لسه المحاضره الفنيه انتهت منذ قليل، لكن كابتن مؤمن سليمان حتى الان لم يعلن تشكيل، وان كان ملامح التشكيل وضحت من التدريب الاخير انه هيعتمد على محمود جنش في حراسه المرمى، وقدامه علي جعفر ودودار، ومع ناحيه الشمال وناحيه اليمين رمزي خالد، وفي نص الملعب احمد توفيق وطارق حامد وايمن حفني وسكالي وقدامهم باسم. دي الملامح العامه، لكن التسجيل بصوره رسميه لسه لحد دلوقتي الكابتن مؤمن كابتن معلش، ولكن اعتقد اللحظات المقبله طبعا هيضطر يفتح عنه. بالنسبه لفريق سان داونز اتحركت الحافله بتاعته وجاي في طريق لبرج العرب، طبعا حواليه حراسه امنيه مشدده جدا، ونادي الزمالك 10 دقائق بالظبط وهيتحرك من فندق الاقامه، لان حكم المباراه قال قبل ساعه ونص لازم الفريقين يكونوا موجودين في غرفه خلع الملابس قبل انطلاق المباراه. انا بشكرك علاء. اكيد طبعا نادي الزمالك يعني مهتم، كله مهتم، جمهور، لاعبين، جهاز فني، مجلس اداره اللي اكيد طبعا بيدعم بشكل كبير فريق نادي الزمالك. والنهارده كلنا صراحه يعني انت بتتكلم، انا ليه سالت على علم مصر؟ لان في الاول في الاخر وصول نادي الزمالك للمباراه النهائيه وان هو يكسب النهائي ان شاء الله النهارده، لما هيروح كاس العالم للانديه هيبقى في علم مصر مرفوع في اليابان ومعاه علم نادي الزمالك، فبالتالي علم مصر هيترفع في الاخر، بعيد بقى عن اهلاوي، بعيد عن زملكاوي. اعتقد الفوز الزمالك النهارده والاداء الرجولي يعني مهم جدا، الاداء الرجولي، عشان حتى لا قدر الله مفيش نصيب ان نادي الزمالك ياخد البطوله، يبقى في حاجه اسمها انا اديت بشرف. واعتقد ان ده مجلس اداره نادي الزمالك وكابتن مؤمن سليمان اتكلم عليه بشكل جيد. ولسه معاكم وكوره من الاخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. هاشتاج ارفع الرؤى. رجعنا لكم مرة تانية. طبعا هاشتاج ارفع الرؤى دي اكيد اي اسئلة اي استفسارات نحب نعرفها منكم تبعتوها على SMS 1120 او على صفحة كورة من الاخر بالعربي هاشتاج ارفع الرؤى. كل الاسئلة ممكن هنجاوب عليها من خلال الهاشتاج ده. يمكن طبعا جالنا سريعا تشكيل نادي الزمالك اللي هيبتدي بيه ان شاء الله كابتن مؤمن زكريا النهارده، كابتن مؤمن سليمان النهارده، جنش لحراسة المرمى، رمزي خالد من اليمين لشمال، رمزي خالد، احمد ودار، علي جبر، معروف يوسف. في النص هيبتدي بطارق حامد واحمد توفيق، ايمن حفني ومصطفى فتحي وستانلي هيكونوا تحت باسم مرسي. ممكن ستانلي يبقى جنب باسم مرسي، ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي ممكن يكون في دماغ كابتن مؤمن
سليمان. يمكن اكيد لازم التشكيل ده ما دام قلناه يبقى معانا واحد من نجوم نادي الزمالك، الناس اللي بتعرف تحلل بشكل جيد، كابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. كابتن محمد مساء الخير. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشني. وانت والله جدا، وطبعا تحياتي لمستمعيك ومبارك لك على البرنامج الجديد. ربنا يخليك يا ابو العلا. ان شاء الله يعني يكون اضافه زي ما متعودين منك في الشارع الرياضي في مصر. ربنا يخليك. طبعا يعني اكيد انت ما اعرفش انت موجود في الاستاد ولا انت هنا في القاهره، ولكن خلينا نقول ان احنا كلنا سواء بقى هنا او هناك احنا كلنا ورا نادي الزمالك. اكيد انت سمعت معايا التشكيل، لو تحب اقوله لك مره ثانيه يا ابو العلا وتقول لي رايك فيه. سمعت طبعا. هو التغيير ان هو مش بادئ باحمد توفيق ناحيه اليمين، بدأوا في نص الملعب على حساب ابراهيم صلاح اللي لعب الماتش اللي هناك، ومعروف يوسف زي ما هو باك شمال. وده ياكد اقتناعه ان اكتر واحد هيأدي الدور في ناحيه الشمال معروف يوسف، رغم من الانتقادات اللي تعرضوا ليها في المباراه الاولانيه. لكن بشكل عام على فكره انا لو مكانه انا هلعب معروف يوسف برضه، يعني مش يعني معروف يوسف هيبقى دايما في الدايره بتاعتي، مش لازم العب رمزي كده ناحيه الشمال. بشكل عام هو بادئ بالقوه الضربه كلها، انا كنت افضل ان مصطفى ما يبداش بيه، لكن هو ما عندوش حاجه يخاطر بيها، فما عندوش حاجه قصدي يعني يخاف عليها، فلازم يخاطر بكل اوراقه، فلازم بالقوه الضربه بتاعته كلها. فبناء عليه مخلي شيكابالا على دكه احتياطي. تمام. مهم ان يبقى معاه اوراق رابحه برضه ايضا يا ابو العلا، يكون بره يعدوا على الدكه. عندي وجهه نظر واحده بس في القصه دي كلها، بس طبعا انا نفسي التوفيق ان شاء الله يحصل. هو واضح ان هو ضاغط من اول دقيقه، وواضح ان هو هيلعب يعني على كل المخاطره زي ما قلت لك، ما عندوش حاجه يبكي عليها. حطينا كلنا في الموقف ده، فلازم ان هو يجهز لعيبته نفسيا وذهنيا. لكن انا كان ممكن اختلف، ومش اختلاف كبير ولا حاجه، بس هو اختلاف ان كان مصطفى فتحي افضل ان يبقى على دكه احتياطي وانزل وابدا بيه بذات شوط ثاني. بوجهه نظر اقول لك عليها، مصطفى فتحي دايما بيجيد لما بينزل، لكن معظم المباريات اللي بدا بيها ما كانش على المستوى يعني اللي تتوقع، فبتخسر تغيير ان هو بدا، وبتخسره انه ما ينفعش تنزله ثاني خلاص. انا كان وجهه نظري ان يعني تستثمره الشوط الثاني وتخزن طاقه الشوط الثاني، بحيث تخلي شيكابالا يطلع كل اللي عنده الشوط الاولاني، ونشوف لو عنده اكتر خبره واكتر تعرضا للموقف. طب يمكن كابتن مؤمن النهارده برضو ابو العلا يمكن دخل كاساسي كلاعب اساسي احمد دودار. هل يعني برضو احمد دودار لعيب قوي واسلام كان هايل برضو، يمكن في بعض الاخطاء، ولكن احمد دودار النهارده يخش يبقى على حساب مين دودار؟ على اسلام جمال. اسلام طبعا يمكن هو ليه وجهه نظر، وبرضه جنش نفس الكلام. يمكن عشان اسلام جمال ما كانش موفق المباراه اللي فاتت، انا مش طبعا تخطيط بالظبط، لكن في اكتر من لاعب بصراحه كان في حالته، وانا كان بالنسبه لي تمثله لغز، وكان من اكتر الالغاز مش بس الناحيه الفنيه كانت فاروق، كان عندي من اكتر الالغاز ان انا ما كنتش حاسس بحميه الفرقه، يعني مش دي مباراه نهائي يا جماعه. تفتكر يا ابو العلا، يمكن ده اللي انا قلته في بدايه الحلقه، الاستعداد ما كانش بالشكل المطلوب للمباراه كبيره زي كده. حسيت ان هم مش مهيئين نفسيا وذهنيا قبل فنيا. يعني ال 30 دقيقه الاولى الى حد ما بنقول لا النادي الزمالك الامور ماشيه كويس، ولكن حصل انهيار بشكل كبير في المباراه بعد الدقيقه 30 او بعد ما الهدف جه. الماتشات النهائيه يا كابتن فاروق دايما لازم اللعيب يبقى راكب 90 دقيقه صحيح، وما ينفعش في ماتش المباراه النهائيه وملعب نادي كبير اخطاء ساذجه. اللي حصل ان احنا تقريبا الاهداف اللي دخلت فينا كلها يعني ممكن ترتقي درجه السذاجه الكرويه، سواء في التمركز الشوط الاولاني او في عدم التوفيق بتاع الشناوي في الهدف الثاني، وحتى عدم التوفيق اللي خطا مشترك من الشناوي واسلام جمال في الهدف الثالث. ما ينفعش ان انا اخطا خطا ساذج في مباراه نهائي. المباراه النهائيه دي ما فيش فيها غير نص فرصه، اللي بيستثمرها ويقدر يصبر عليها هو اللي غالبا يعني هو اللي بيبقى ليه الاولويه وليه الافضليه. فمباراه النهائي محتاجه ذهنيه معينه، محتاجه تركيز بشكل اكثر، محتاجه نضج كروي وشخصيه مكتمله انها تقدر تلعب نهائيات. كل الامور دي يمكن للاسف ما فيش ولا حد في فريق الزمالك الحالي حضر نهائيات نادي شباله، فده يمكن اللي مخلي طبعا نهائيات افريقيا بنتكلم عن نهائي كاس مصر، فيمكن ده اللي مخليهم تحت ضغط كتير. وانا كمان ارجح عامل الاجهاد، لان بعد مباراه المنتخب كانت سافروا قعدت طيران طويله جدا، سواء من اسبوع من كانوا في كونغو الى مصر، بعد كده جنوب افريقيا. انا بقول كده ان انا الحاله الذهنيه والنفسيه والبدنيه اللي كانت عليها اللعيبه الصراحه انا حاسس انهم عندهم افضل من كده كتير، وفي اكثر من لاعب كان خارج حالته تماما. فانا ان شاء الله بنقول ان في امل، بس خلينا نكون صراحه الموضوع مش سهل. هو مش سهل بس خلينا اسالك يا ابو العلا، يعني في كره القدم معروفه في حاله هجوميه وفي حاله دفاعيه. المطلوب النهارده في الحاله الهجوميه ايه بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، والحاله الدفاعيه مطلوب ايه؟
بص هو طبعا فريق سان داونز انا توقعاتي شخصيا ان عامل الجمهور هيفرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك. يكفي ان هو يحس فريق سان داونز ان دلوقتي الجماهير المغلوبه 3-0 دي عندها امل، ومش بس كده دي ماليه الاستاد وبتطالب فرقتها بالمكسب. يعني ده معناه ان هم عندهم ثقه في قدرات لعيبتهم اللي هم نادي الزمالك، فطبعا ده بيحمل فريق سان داونز يعني الناس مش مستسلمه. فدي فكره مهمه جدا لازم يعني نحطها في الاعتبار. ثاني حاجه ان ممكن اول ربع ساعه نتيجه الضغط الجماهيري والضغط اللي موجود والمسانده اللي مع الفرقه والحاله المعنويه اللي ان شاء الله يكون كابتن مؤمن موصلها للعيبه بتاعته، انا متوقع ان اول ربع ساعه يبقى في طبعا ضغط في كل انحاء الملعب، لان المهم هو كابتن فاروق تجيب جون في اول ربع ساعه. طبعا لعيب كوره عارف صحيح لو جبت جون في اول ربع ساعه مع لو كمان في ظروف ممكن سيناريوهات تبقى مستنيها زي الضغط الجماهيري ده ممكن يعصب اللعيبه بتاعتهم فياخدوا حالات انذار ياخدوا طرد. يعني انت في كذا سيناريو لو دخلت فيه ولعبت عليه ممكن تطلع الشوط الاولاني بهدفين. لو عرفت تطلع الشوط الاولاني بهدفين اعتقد انت كده دخلت المباراه بشكل كبير وياخد منحنى تاني. فانت مهم بالنسبه لك اول ربع ساعه بشكل كبير، وانا اعتقد دي التعليمات اللي كابتن مؤمن مديها لفريقه، لان انت كمان ما عندكش رفاهيه الوقت. يعني صحيح الوقت صحيح صحيح. فطبعا لما تبدا بضاغط وحتى باين من قوته الضربه ان هو بيلعب مصطفى فتحي وستانلي وايمن حسني وباسم مرسي، دي قوه ضربه خلاص. لكن الناحيه الدفاعيه انا توقعاتي ان انت ممكن ما يكونش فيها هجمات خطر في اول ربع ساعه، لان بالنسبه لفريق سان داونز هيبقى يهمه جدا ان يمتص هجوم نادي الزمالك ويمتص الحماسه اللي فيها نادي الزمالك. صحيح. فمش متوقع ان في ناحيه هجوميه خاصه في اول ربع ساعه ثلث ساعه، الا بقى لو احنا اديناهم فرصه ان هم يتماسكوا. صحيح. ودخلناهم في الجيم تاني وابتدوا بقى ياخدوا ثقه علينا ويحسوا ان الوقت كل ما يعدي في مصلحتهم، فيبداوا بقى ساعتها يلعبوا كره هاديه ويبداوا يهاجموا. اخيرا ابو العيله يعني مش عايز اقول امنيتك ولكن توقعاتك للمباراه. انا ان شاء الله يعني امل في ربنا كبير ومش عايز افقد الامل، واعتقد كل المسانده الجماهيريه اللي موجوده النهارده وكل حتى اللعيبه في الزمالك القدامى، انا كان نفسي اروح بس انا مرتبط ببرنامج على عنف، انا عشان كده مش رايح المباراه. لكن انا توقعاتي ان شاء الله ان يعني ان شاء الله جمهور الزمالك ما يروحش زعلان ان شاء الله وناخد البطوله في افريقيا. اذا الزمالك يقدر يا كابتن ابو العيله؟ انا رايي ان الزمالك يقدر، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم، هي المهمه صعبه واحنا صعبناها على نفسنا ولازم نقبل التحدي، والتحدي ليه ثمن. ابو العيله انا بشكرك وان شاء الله طبعا التوفيق لنادي الزمالك النهارده. مهمه صعبه، مهمه زي ما بيقول مش مستحيله يقدر يعملها نادي الزمالك، ولكن انا لازم اتكلم برضو على الجانب الاخر. سان داونز الفريق القوي، الفريق اللي انا من بدايه البطوله وانا بشوفه لا فريق محترم، فريق عنده لعيبه على اعلى مستوى هتكلم عليه، ولكن خلينا يعني نتكلم ان هو فريق عنده مجموعه من اللاعبين مش فرد واحد، لا ده اكتر من لعيب. عنده ناحيه الشمال وهميه، عنده دولي، عنده لانجرمان، عنده نثيث السيرد باك اللي بيعرف ينقل الكوره بشكل جيد جدا، عنده الطوليات هايله، عنده بليات الهداف بتاعهم 3 أهداف. كاسترو كولومبي اللي هو اللاعب الفيرود اللي بيعتمد عليه المدير الفني لسان داونز مش موجود، يمكن عنده اصابه، ممكن هيشترك ممكن ما يشتركش، ده على حسب كلام المدير الفني لسان داونز. اكيد نادي الزمالك النهارده عشان يكسب النهارده لازم مجهود مضاعف، يمكن 10 أضعاف اللي ممكن بيعمله سواء في الدوري المصري او في بطوله افريقيا، لان اللي هو لازم يضغط بشكل قوي جدا، ولازم ما يبقاش في ثغره في جزئيه الضغط واللي كان بيتكلم عليها كابتن ابو العيله من شويه، ان انت تضغط من اول دقيقه. لو حصل ان انت فكيت زي ما نقول العقد بتاع الضغط وحصل ان في لعيب ما ضغطش بشكل كويس، الفريق ده بيعرف ينقل الكوره على الارض بشكل هايل، يقدر يسبب خطوره، واللي احنا مش عايزينه بقى ان يبقى يجي فيك جون هدف ممكن يعطلك بشكل كبير. ولسه معاكم وكوره من الاخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. ورجعنا لكم مره تانية كوره من الاخر. يعني طبعا بفكركم بالاس ام اس 1120 وهاشتاج ارفعها الرؤى، وعلى صفحتنا كوره من الاخر بالعربي. يمكن انا ليه بقول لكم المباراه دي تهم مصر؟ يعني اكيد في ناس ممكن تبقى معترضه، ولكن انا لا، هي تهم مصر. اما نيجي نجيب السجل الذهبي لابطال افريقيا، لا اما نيجي نبص بقى 8 القاب للنادي الاهلي، 5 القاب لنادي الزمالك، لقب واحد لفريق اسماعيلي. هيجي بعدينا الكونغو الديمقراطيه اللي هي كونغو كينشاسا، هتلاقي 5 القاب لفريق مازيمبي، 1 لقب لفيتا كلوب. خلينا نتكلم ان فعلا ما دام احنا بنقول كده يبقى احنا عندنا حوالي 14 لقب لمصر. يعني علم مصر اترفع، او لما الاتحاد الافريقي بيقول ان الانديه اللي جت من او كسبت البطوله دي هي انديه مصريه خالصه. خلينا اخد التليفون. استاذ شوقي حامد الناقد الرياضي، طبعا ناقد رياضي كبير والوطني الكبير. استاذ شوقي مساء الخير.
مساء الخير كابتن محمد، ازي حضرتك؟ وانا بمسي على كل مستمعينك، وعجبني الكلام اللي حضرتك بتقوله قوي. احنا فعلا النهارده ده يوم مصر، صحيح، مصري خالص. صحيح. الزمالك سفير مصر الوحيد في هذه البطوله الباقي. الزمالك هو يعني ممثل مصر، ممثل شعب مصر كلها. مصر دي يعني هي اللي عملتنا، هي اللي صنعتنا بعد ربنا. صحيح. هي اللي تحتاج مننا كل حاجه. لا يعني النهارده بس ولا امبارح لسه في احد ابطال مصر شهيد عادل قدم حياته ودمه وروحه وكل حاجه من اجل مصر. فالناس دي لازم تستلهم روح اكتوبر، روح مصر الوسابه الفتيه العافيه اللي ربنا قال عليها خير شعب في العالم وخير ناس في العالم. استاذ شوقي، يعني طبعا ما دام احنا بقى بنتكلم ونادي الزمالك، الزمالك يقدر النهارده استاذ شوقي؟ يقدر ان شاء الله. الحق النهارده الزمالك عنده مقومات المقدره دي، عنده جماهير بتحرك الصخر، تبث الرغبه في قلوب الضيوف، يعني تدي همم وعزايم لولادنا. عنده امكانيات مهاريه، عنده ايمن حفني، عنده باسم مرسي، عنده مصطفى فتحي، عنده كل حاجه. عنده ان شاء الله خطه متوازنه، نقدر على مهلنا بدون سربعه بدون عفيجه، نقدر بالتعاون والتفاهم ان شاء الله نجيب ال4 اهداف وما يخشش فينا اي هدف، وان شاء الله نسعد مش اللي موجودين 60-70 ألف موجودين في المدرجات، نسعد 60-70 مليون موجودين خلف أمام الشاشات عشان تتفرج عليها. استاذ شوقي، انت كنت موجود كتير مع لعيبه في مواقف زي كده، كنت بتغطي بشكل كبير الاحداث دي، يعني دايما بيبقى فيه خوف للاعبين او احساس بالمسؤوليه، مش خوف، احساس بالمسؤوليه ان في جمهور كبير جاي الاستاد، ازاي يطلع مثلا زعلان؟ يعني برضو كنت انت مثلا وانت كنت موجود معاهم كنت بتقول لهم ايه دايما، او هم المفروض نقول لهم ايه دلوقتي؟ الرهبه دي يعني نقول من المقومات او من الظواهر الصحيه. خليك عندك رهبه، بس رهبه ايجابيه، رهبه تدفعك الى الاداء، تحفز همتك، تقوي عزيمتك، ترفع حماسك. العب بدون خوف، بدون تحفظ، خليك يقظ اعمل حسابك ان الفريق اللي قدامك ده عايز زيك بالظبط، بس انت عندك مقومات افضل منه، عندك الارض اللي بتلعب معاك بتدرسها، عندك الجو اللي انت واخد عليه، عندك جماهير تحرك الصخر، عندك مهارات ومواهب وامكانات. ان شاء الله ان شاء الله اكيد دعاء واحد من المصريين الكويسين اللي مع ربنا بقلبه، ان شاء الله السماء تحقق دعاء وتوفق ولادنا وترعاهم عشان يحققوا البسمة العريضة للملايين المصرية. واحنا مع دعائك يا استاذ شوقي، يا رب ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك النهارده، يقدم كرة حلوة بغض النظر عن النتيجة، ان شاء الله يقدم كرة حلوة، يحقق حاجة ممكن تكون مش مستحيلة هي، ولكن لو اتعملت احنا كلنا طبعا هنبقى في غاية السعادة. بشكرك يا استاذ شوقي، ويا رب ان شاء الله الفوز لنادي الزمالك ان شاء الله يبقى يوم مصر. يمكن النهارده يمكن يوم الزمالك، ولكن احنا عندنا النهارده خبر اكسكلوزيف، وهو يهم برضو ايضا جماهير عريضه، جماهير النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي عرض على حسام غالي التجديد العام لمده سنه واحده، واللاعب يمكن الكلام يمكن حسام غالي مش عاجبه الكلام ده، حسام غالي مش عايز يقعد سنه واحده في النادي الاهلي او يجدد عقده مع النادي الاهلي لسنه واحده، هو عايز يجدد عقده لمده عامين. عشان كده نادر شوقي وكيل اعمال حسام غالي قدم عرض النادي الاهلي من نادي صيني عشان يحاول يضغط على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بان هم يجددوا العرض لحسام غالي لمده سنتين. يمكن في المقابل يمكن وده الخبر بقى، ده الاهم في الخبر، ان لغايه دلوقتي رغم ان نفس الموقف موجود لحسام غالي، عماد متعب في نفس الموقف تقريبا، والنادي الاهلي لغايه دلوقتي ما اتكلمش معاه تماما. فبالتالي موقف عماد متعب في مشكله كده، في مشكله لعماد متعب ان هو لغايه دلوقتي النادي الاهلي ما اتكلمش على التجديد معاه. فبالتالي لازم نشوف عماد متعب هيوصل لفين
فبالتالي خلينا نروح سريعا لفاصل ونرجع نتكلم على هذا الخبر الاكسكلوزيف اللي معانا. رجعنا مرة تانية معاكم طبعا كرة من الآخر. يعني أكيد الخبر اللي احنا قلناه يهمنا ان يبقى فيه تعليق عليه من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد مساء الخير. كابتن سيد يعني مبروك، ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا سيد. يعني يمكن طبعا يهمنا طبعا كل قاعدة شعبية كبيرة النادي الأهلي متابعين بشكل كبير الأخبار. النادي الأهلي حسام غالي كلمته معاه بشكل كبير على التجديد ولكن لمدة عام، صح ولا غلطان كده؟ لا، واحنا طبعا في اولويات في الوقت عليه، ما فيش خلاف عليه، تمام، ما فيش نقاش على كده. لكن يمكن الفتره الحاليه تشهد مباريات مكثفه ومتتاليه ومهمه جدا في نفس الوقت. يعني من الطبيعي ان انت تاجل اي ملفات للتجديد او تعاقدات او كلام حتى على لعيبه جديده او لعيبه بتجدد ولا حاجه في الفتره الحاليه. لكن طبعا انت لو بتتكلم على اسم مثلا ما فيش خلاف عليه كده. لكن اولويات المرحله بتظل التركيز الكامل في المباراة كابتن فاروق. طب يعني كابتن سيد لم يتم الكلام مع كابتن حسام غالي في التجديد حتى الان؟ يعني الكلام على حضرتك. مش لم يتم الكلام، لكن المفاوضات او الامور الماديه بيبقى فيها عادات وفيها تفكير شويه في الارقام وفيها حاجات كده. فمش من الطبيعي ان انا اخلي اللعيب يركز في حاجه مرتبطه بالامور الماديه وانا عندي مرحله مهمه جدا في المباريات في الفتره الحاليه. صحيح. مساله التجديد لحسام غالي ما فيهاش خلاف، يعني موجوده وفي كلام. يعني انت قصدك حضرتك ان الاعداد هتفضل متتاليه بحيث ان انتوا توصلوا لرقم معين او لبنود عقد معينه. انتوا المبدا نفسه ما فيش خلاف، يعني حسام ما فيش خلاف ان انت تقول هتجدد او العقد هيتجدد ولا ما فيش خلاف في كده. لكن المفاوضات نفسها ما تقدرش تقعد دلوقتي، يعني ما تقدرش تطالب اللعيب بتركيز كامل في المباريات وانت اساسا يعني بتتكلم معاه في امور ماديه. طيب ما دام احنا بنتكلم يا كابتن سيد على المبدا موجود انك التجديد موجود لحسام، اكيد نفس الوضع. يمكن عماد متعب ايضا عقده هينتهي في يناير او يقدر يحق له ان هو يتعاقد مع اي نادي في يناير. اعتقد ان عماد متعب برضه نفس الموقف. انت بتتكلم على اولويات المرحله. اولويات المرحله بتكون المباريات والمباريات فقط، اي امور تفاوضيه او اي امور تعاقديه يعني دي اعتقد ان فتره التوقف هيبقى الامر فيها احسن ان شاء الله. يعني عماد متعب في دماغه يا كابتن للتجديد؟ كابتن سيد بقول لك عماد متعب موجود في دماغ النادي الاهلي للتجديد العقد بتاعه؟ طبعا انت بتتكلم في الامور التعاقديه او تمديد العقود او زي ما قلت لك يا فاروق، بتبقى الامور كلها مرتبطه بالمرحله واهميتها ومرتبطه كمان بالفتره مهمه جدا ان انت تفتح فيها الموضوع ده، سواء كان للعيبه جديده او لعيبه قديمه. مهم قوي ان انت تقول مثلا يعني المرحله دي اولوياتها ايه، اهميه المرحله دي. انا شايف ان اهميه المرحله كلها في الوقت الحالي نمره واحد والنقطه الاساسيه والهدف الرئيسي هو الفوز في المباريات. تمام، هيجي لنا فتره توقف بقى، هتشوف مين اللي هيخلص عقوده، مين اللي عقوده بتنتهي، وتبدا تتكلم مع الجهاز الفني، تبدا تتكلم مع اللعيب وكده، وتبدا تاخد وتدي في الامور التفاوضيه. لكن لحد دلوقتي ما تقولي مثلا هل انت اتكلمت مع لعيب بعينه في اي رقم او اي امور تجديديه او تعاقديه او تجديد عقد؟ هقول لك لا، ما حصلش. كابتن سيد اتفرج على ماتش الزمالك فين؟ مفيش خلاف، ما انا بقول لك مفيش خلاف على الاسماء اللي انت بتتكلم عليها. انا فاهم. اتفرج على ماتش الزمالك فين يا كابتن؟ انا مروح البيت اهو، ربنا يوفقهم باذن الله. طيب. يقدر يعني الزمالك كابتن النهارده؟ بص، الكوره ما فيهاش مستحيل خالص، الكوره ما فيهاش مستحيل اطلاقا يعني. تمام، لكن احداث المباريات بتبقى عامل مهم جدا جدا في صعوباتها يا كابتن فاروق. فربنا يوفق نادي الزمالك. افكرك بماتش سان داونز في الدور النهائي او الماتش الاول الذهاب هناك كابتن سيد. العلامه اللي انت عملته وعملت ده. بس احنا كابتن سيد يعني برضو عشان دي يعني الناس برضو تبقى فاهمه ان احنا استعداداتنا كان في الوقت ده استعدادات قوي جدا وانت مركز بشكل كبير، وده يعني رساله انت تقدمها لفريق نادي الزمالك النهارده بقى في العوده هنا النهارده في نادي القاهره. يعني الفتره اللي هي بتبقى في المباريات اللي زي كده بيبقى عامل التوفيق مهم جدا، التركيز مطلوب والاهتمام مطلوب وكل حاجه، لكن التوفيق بيبقى له دور مهم قوي في الفريق. احداث المباريات بتبقى لها ارتباط كبير جدا جدا بالنتيجه. احداث المباراه النهارده ممكن تخدم نادي الزمالك وممكن ما تخدمش نادي الزمالك، لكن على كل واحد متابع للرياضه او غير متابع للرياضه ان هو يتمنى للزمالك النتيجه. اتمنى طبعا الزمالك. كابتن سيد بشكرك طبعا، نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا. ولسه معاكم وكوره من الاخر مع الكابتن محمد فاروق.
على راديو مصر. رجعنا لكم مرة تانية كرة من الآخر. يمكن طبعا وصول أتوبيس نادي الزمالك وصن داونز أيضا وصلوا لاستاد برج العرب. يمكن الأمن أغلق بوابات الاستاد وخلاص مش حد هيخش ولا حد هيطلع. اللي خلاص اللي دخل مش هيطلع عشان يتفرج على المباراة ويستمتع بالمباراة. إن شاء الله اللي هتكون مباراة احنا بنتمناها مباراة جيدة فنيا وفي نفس الوقت النتيجة لنادي الزمالك. فريق سان داونز يمكن جه الملعب ببدل، يعني الشياكة كده داخل بشياكة وعنده ثقة بنفسه. عايزين الثقة دي ان شاء الله في الملعب تبقى من خلال اللعيبة، خوف ما تبقاش ابدا ثقة موجودة طوال شوطي المباراة. مجرد لما ينزلوا لعيبة نادي الزمالك وفريق سان داونز، نادي الزمالك الضغط زي ما بنقول ايه، الرجولة في الاداء من اول دقيقة بتخوف اي فريق. معاك جمهورك، معاك خلاص تعليماتك من المدرب، معاك انت حماسك ومعاك الهدف انك تطلع الجمهور ده سعيد، يبقى خلاص انت كده حطيته في زي ما نقول في طيب. معانا طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وايضا المفروض طبعا يعني تعليمات او زي ما بنقول دايما ما بنتكلم على الاهلي والزمالك، لا الاهلاويه ايضا عايزين النهارده الزمالك يكسب. معانا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمد عماره وهانزا روستوك. طبعا ما نسيتش كابتن عماره، مساء الخير. يا رؤى يا رؤى يا جامد يا منور حبيبي يا كابتن عماره، طمنا عليك. راديو مصر اضافه كبيره لراديو مصر وان شاء الله بالتوفيق. كابتن عماره الزمالك يقدر النهارده؟ والله بص يا رؤى، الكوره علمتنا ان ما فيهاش مستحيل. احنا عندنا نموذج حي في البطوله وهو فرقه الرجاء لما كانت خسرانه من الزمالك وراح هناك الزمالك خسر بسكور عالي، يعني مع الوداد، اسف الوداد البيضاوي. فاعتقد ان احنا في مثل حي مش بعيد في نفس المجموعه يعني. صحيح. النهارده الزمالك بيلعب على ملعبه وسط جماهيره. النهارده انا شايف قاعد قدام التلفزيون اهوت حاجه تفرح. جماهير نادي الزمالك كبيره جدا. نتمنى التوفيق. النهارده يا كابتن فاروق المباراه صعبه جدا. نتيجه 3-0 هناك في جنوب افريقيا، اعتقد ان نتيجه ثقيله محتاجه روح قتاليه قبل الاداء الفني من لاعيبه الزمالك في الملعب. صحيح. نتمنى التوفيق. خلاص يا كابتن اللي استعد مفيش. استعد ولكن طبعا المباريات اللي زي دي بيبقى فيها الفنيات شويه، بتبقى يعني مش زي الروح والاصرار والعزيمه. يعني انت معايا يا كابتن عمار، النهارده هي مباراه لاعبين، مباراه رجوله. طبعا النهارده اول مباراه، اول كلمه قالها المستشار مرتضى منصور للعيبه، قال لهم اعملوا اللي عليكم واحنا بعد كده نتيجه بعد يعني على ربنا سبحانه وتعالى. كابتن عماره لو عملتوا اللي عليكم الناس هتبقى راضيه يعني. كابتن عماره يعني ما اعرفش انت وصل لك التشكيل ولا لا؟ يمكن طبعا انا اقوله لك سريعا. يعني هو جنش موجود في حراسه المرمى، رمزي خالد، احمد يدار، علي جبر، معروف يوسف. رمزي خالد ناحيه الشمال، ناحيه اليمين معروف يوسف موجود ناحيه الشمال زي المباراه الاولى. معروف يوسف باك طارق حامد واحمد توفيق بقى في نص الملعب. يعني رمزي خالد مكان احمد توفيق. انا عايز بس اعرف الباكين رمزي خالد، معروف يوسف. رمزي ومعروف. طارق حامد واحمد توفيق ومصطفى فتحي وايمن حفني وستانلي وباسم مرسي. يعني برضو وجهة نظرك احمد ودار بقى موجود، رمزي خالد النهارده موجود. يعني ستانلي ممكن يبقى موجود جنب باسم مرسي ولا لا، ولا هيبقى كابتن فاروق؟ خليك معايا بس واحده الاثنين اللي في القلب احمد ودار، علي جبر وعلي جبر. مظبوط. الاربعه اللي في نص الملعب، الاربعه طارق حامد، احمد توفيق، مصطفى فتحي، ايمن حفني. ديفندر وتوفيق. تمام. يمين وشمال حفني ومصطفى فتحي وستانلي موجود. ممكن بقى يعني يبقى جنب مرسي، باسم مرسي، او تحتيه لسه يعني. تمام. هنشوف في الملعب. ستانلي وباسم يعني. طيب ما هم دول معروفين يا كابتن فاروق. هو اصلا اوريدي مؤمن لازم يسيطر على نص الملعب. النهارده التشكيله اللي انا شايفها قدامي دي الرباعي بتاع نص الملعب اللي هو طارق حامد وتوفيق، دول اثنين ديفندرات مهامهم دفاعيه اكثر من الناحيه الهجوميه. عندك اثنين متحركين، تامر حفني ومين تاني معلش ناحيه ايمن حفني ومصطفى فتحي يا كابتن. ايمن حفني ومصطفى فتحي الاثنين اولا بيميلوا للحته الهجوميه، هيفيدوا نادي الزمالك في الحته الهجوميه مع ستانلي و
فاعتقد ان هو عنده رباعي قوي جدا متمثل في مصطفى فتحي وايمن حفني وستانلي وباسم. من تحتيهم بقى هيجي الناس اللي هيطلع بقى، سواء ممكن توصل لو كمل علي جبر يستنى، واحد من الباكات لو طلع الثاني يستنى. نتمنى التوفيق يا كابتن. تشكيل من وجهه نظري هو اللي موجود يعني تقريبا يا كابتن. تغييرات طفيفه ولكن في ظل حدود ال 14 لعيب او اللي موجودين في القائمه الافريقيه. انا بشكرك كابتن عماره، شكرا جزيلا طبعا، وهتلاقيني بعد الحلقه عندك على طول، هنتفرج على الماتش سوا، استناني ما تروحش بعيد. يمكن طبعا مهم جدا يعني ان احنا نعرف اراء نجوم كبار زي كابتن محمد عماره، كابتن سيد، كابتن محمد ابو العلا. مباراه صعبه، هي مباراه لاعبين زي ما انا بقول، ولكن ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك. ولسه معاكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. يا رب الفوز طبعا لنادي الزمالك النهارده. اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصر كلها النهارده مع نادي الزمالك. معانا طبعا نجم كبير، نجم ال90 كابتن جمال عبد الحميد، نجم مصر وفرود ملوش حل. كابتن جمال مساء الخير. كابتن محمد، ده كابتن محمد كل طيب وحضرتك طيب يا كابتن. يعني انا سامع الصوت حواليك، يعني حاجه انا عايز العب، انا عايز العب والله. وانا اول ما جيت الاستاد وشفت من فوق كده قلت يا نهار ابيض، الواحد بس يعني ينزل وهو واقف كده ممكن يجيب له جولين 3. المنظر يفرح يا محمد والله. انت تخس شويه بس يا كابتن، تتمرن شويه وتنزل والله أيوة. ربنا يخليك كابتن جمال. يعني قول لي الشكل عامل ازاي، والنهارده اليوم هيبقى ان شاء الله عامل ازاي؟ اولا الشكل لا يوصف. يعني عايز اقول لك الملعب يعني لو ندخلوا الناس اللي بره العماويت ممكن تبقى مليانه، يعني كل المدرجات فيه بس يا دوبك حاجتين 3 بس فاضيين، انما الباقي كله ما شاء الله منظر يجنن، جمهور هايل. حتى جمهور سان داونز موجود هنا قدامي عمال يرقص، وجمهور الزمالك ما بيحييه، حاجه لذيذه يعني. يوم جميل. انا متخيل يا كابتن وانا في الاستوديو، ولكن خليني اقول لك كابتن، فنيا انت يعني جالك التشكيل ولا لا يا كابتن؟ لا لسه ما جاش التشكيل. طيب يعني هو جنش موجود ورمزي خالد في ناحيه اليمين، واحمد ودار وعلي جبر ومعروف يوسف، دول خط الظهر. طارق حامد واحمد توفيق في نص ملعب، معاهم مصطفى فتحي وايمن حفلي وستانلي وباسم مرسي. رايك يا كابتن والشكل هيبقى عامل ازاي من خلال التشكيل ده؟ اولا يعني عايز اقول لك حاجه، انا بحسب بتقول لي التشكيل جالك او اديهولك يعني، لا انما انا عارف التشكيل من الاول يعني اكيد لسه ما جاش على الشاشه اكيد. انما بص يا محمد، الواضح ان هو هجومي، على اساس ان اول تايم على الاقل نطلع بهدف او هدفين بالتشكيل الحلو دوت، وبعد كده نشوف الثاني محتاجين هدف واحد بس. فانا اعتقد ان هو ده تشكيل انسب تشكيل للنادي، لان احمد توفيق وطارق حامد كاتبين ديفندر جامدين جدا، ورمزي خالد رجع لمكانه، ونستغل محمود معروف يوسف هنا في استاد برج العرب الحته الهجوميه والاوفر بالشمال. فاعتقد ان هو تشكيل مناسب جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يفرحنا. كابتن يعني اتكلمت مع كابتن مؤمن في خلال الفتره اللي فاتت قبل المباراه دي يا كابتن؟ هو انا اتكلمت مع اسماعيل يوسف محمد صلاح على اساس ان احنا محتاجين، قلت لهم بس يبلغوا مؤمن عشان طبعا مؤمن مشدود قوي، يبلغوه دلوقتي اللعيبه نازله يا محمد. توفيق يا رب، بالتوفيق ليهم. يبلغوه ان احنا عايزين الهدف الاول بس، اول ما يجي الهدف الاول هتلاقي هتخر. صحيح. لان سان داونز لو تفتكر جاب الهدف الاول بعد نص ساعه. صحيح. فاحنا مش عايزين تربعه، لان انت لعيب مهاجم وعارف ان يكون في تربعه وعصبيه بتاثر على العضله. مظبوط. فاحنا قلنا ايه، المهم يجي اول سامع صوت الجمهور. حاجه يعني مش عايز اقول لك كده والله ما شاء الله، مولعين الموبايلات بتاعتهم، منظر الاستاد جامد. الله. فبقول لهم، قلت له يقولوا له بس ان احنا محتاجين الهدوء علشان العضله تتناسب مع الهدوء دوت، وتقدر تنفذ اللي هو عايزه. فان شاء الله باذن الله يكون حاجه كويسه يعني. اخيرا الزمالك يقدر يا كابتن جمال؟ والله بص، مفيش مستحيل في الكوره يا كابتن فاروق، طالما الحكم ما صفرش من نهايه المباراه ومفيش فرق، يبقى لسه الامل موجود. احنا معاه وراه يا كابتن، وحضرتك موجود اهو في الاستاد، يعني ورا
نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. بشكرك كابتن جمال ويا رب التوفيق لنادي الزمالك. عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا كابتن. اتفضل. هنا كابتن محمود ابو رجيله، الخواجه احمد عبد الحليم، حسن مصري، طارق السيد، محمد صبري، معايا مجموعه كبيره جدا من نجوم الزمالك، محمود طبعا كابتن عمر النور. يعني عايز اقول لك المجموعه كلها كانت الاستاد النهارده ما شاء الله كابتن. طبعا هم دول ولاد نادي الزمالك. ماشي يا حبيبي ربنا يكرمك. بشكرك يا كابتن جمال. يعني شكرا بالتوفيق طبعا لنادي الزمالك. عايز اقول لكم يعني كلام كتير اما نلاقي على السوشيال ميديا ايضا. يعني كابتن جمال بيتكلم من قلب الملعب، ولكن في برضو السوشيال ميديا برضو بتعمل تأثير كبير على الجماهير. ايضا عمر جابر بيتكلم بيقول يا رب الفرحة، وطبعا ده موجود على الموقع بتاعه. كابتن فتحي مبروك مدرب النادي الاهلي او مدير فني النادي الاهلي سابقا بيتكلم بيقول المباراة صعبة لكن كل شيء وارد، المهم اللعيبة تبقى رجالة في الملعب. ايضا احمد عيد لاعب نادي الزمالك السابق بيقول انصفينا يا كوره. هي الكوره بتنصف للمجتهد، للي بيلعب وبيجتهد وبيبقى مركز، هو الكوره هتنصفه. فبالتالي انصفينهم يا لعيبه نادي الزمالك. فبالتالي ان شاء الله التوفيق ليهم. ايضا عصام الحضري النهارده كان ليه تصريح ان الزمالك يقدر يكسب وهيكسب، بس هو قدم نصايحه لجنش. فبالتالي التوفيق لجنش النهارده طبعا. واسمع كلام عصام الحضري، ان عصام الحضري ده تاريخ كبير في حراسة المرمى، اكيد بيقول لك كل شيء وخبراته الكبيرة. ولسه معاكم وكورة من الاخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. رجعنا لكم مرة تانية. يمكن طبعا جماهيرنا بيتكلموا وبيعطونا على SMS وعلى الصفحه بتاعتنا كوره من الاخر. يمكن انا اهلاوي، واحد بيتكلم انا اهلاوي بتمنى الفوز للزمالك انه يكسب 5-0. حاجه جميله جدا. رقم 012 اخره 448. ان شاء الله الزمالك ليله بيضه وليله فل، والزمالك لا يعرف المستحيل. يا رب انصر الزمالك، افريقيا يا زمالك، اهلاوي صميم، ويا رب الزمالك يكسب. يمكن طبعا معانا على الهاتف كابتن حسين السيد نجم مصر والحارس الكبير. كابتن حسين مساء الخير. اهلا وسهلا كابتن محمد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ مختفي يا كابتن، بعيد ليه كده؟ والله ابدا، يعني المشاغل بقى بتاعت الدنيا، وانت عارف انا خدت سكه بعيده شويه غير كره القدم والتدريب، فربنا يوفقك كابتن. يعني طبعا قبل اي شيء لازم تفكرنا بذكرياتك في البطوله دي. والله يعني ذكريات الحمد لله يعني كويسه جدا وجميله بالنسبه لي، لان يمكن انا لعبت، ربنا اكرمني في الفتره اللي انا لعبتها في نادي الزمالك. لعبت وصلت ل3 نهائيات سنه 93 و94 و96. خدنا من ال3 نهائيات دول اللي هي بطولتين اللي هي 93 و96. فيعني الحمد لله يعني اعتقد ان احنا عملنا انجاز او نتائج كويسه بالنسبه لبطولات افريقيا. طب كابتن، في مباراه حصل نادي الزمالك عاد بشكل كبير، كان مغلوب هناك في الذهاب ورجع تاني. يعني اتذكر حاجه زي كده. حضرتك كنت بتلعب المباراه دي الجزائر امام فريق جزائري. كانت يمكن اكثر نتيجه بالنسبه لنا كان مولوديه وهران. احنا كنا عاملين نتيجه هنا كانت في ملعبنا. كان المباراه الاولانيه دايما في ملعبنا كانت كنا بنلعبها في الاستاد، ويمكن عملنا نتيجه كويسه جدا. هي ال5 دي كانت برضه نتيجه تقيله، واحنا كان دايما بيبقى حظنا حلو. يعني النهائيات يا كابتن محمد دايما كان الماتش الاولاني بيبقى ماتشين، كان الاولاني بيبقى بره والنهائي دايما بيبقى على ملعبنا، لان دي بتسهل للعيبه كتير. لان المباراه النهائيه اللي بيتسلم فيها الكاس بتبقى على ملعبك وفي وسط جماهيرك، فدي كانت بتديك دافع، بعكس ان انت لما دايما بتبقى بتلعب المباراه الاولانيه في ملعبك وبعدين النهائيه بتبقى بره. ويمكن دي كانت البطوله اللي ما ربنا ما اكرمناش بيها، اللي هي كانت بتاعه الترجي اللي خسرنا فيها هناك 3-1. بس برضه نتيجه المباراه الاولانيه بيبقى ليها عامل كبير يعني. وده اللي انا عايز الفت نظره للناس كلها، ان نتيجه المباراه الاولانيه سواء على ملعبك او سواء بره ملعبك بتديك دفعه كبيره جدا في النتيجه. فبنتمنى ان النهارده ربنا يكرم ويوفق طبعا اللعيبه. كابتن حسين، يعني جنش النهارده بيلعب المباراه الثانيه. يعني الاولانيه كانت احمد الشناوي، وطبعا الاصابه طبعا ما قدرش يرجع بالشكل الطبيعي بتاعه للمباراه النهارده، فبالتالي النهارده جنش ايضا هو حارس مميز يعني، ولما نزل كان ادى شكل كويس. النهارده يبقى يعني كابتن احساسه وتعليمات، لو مدرب حراس مرمى تعليمات يبقى عامله ازاي بالنسبه له؟ بص، انا جنش يمكن دي مش اول مباراه يلعب فيها وهو احتياط في نفس البطوله. على فكره نفس البطوله ديت برضه كان الشناوي اتعرف في المباراه بره، مش متذكر اسمها مع مين، وبرضه نزل جنش. كانت
في تونس تقريبا على ما اتذكر، وكان نزل المباراه وكان عامل مباراه رائعه جدا. انا كانوا ليا وجهه نظر، يعني لو انا كنت في المسؤولين او اتكلم فيها او ليا الحق ان انا اتكلم فيها، لازم يحصل توافق زي ما كان حاصل على ايامنا في فتره من الفترات، ان انت يبقى عندك حارسين، ما ينفعش ان انت تبقى دايما مقعد واحد على الدكه للظروف اللي زي كده والتاني اللي بيلعب، وخاصه وهي دي اللي مربط الفرس يعني بالاخر، ان الاثنين على مستوى واحد من الكفاءه، وده من وجهه نظري الشخصيه. جايز يكون في حاجات ثانيه خلفيه انا ما ادركهاش، انما اللي انا شايفه لما الجنش بينزل يلعب ما بيختلفش كتير عن الشناوي، فليه انا ما احتفظش ويبقى عندي 2 حراس مرمى عاليين والاثنين يبقوا مستمرين ويبقى الاثنين رجليهم في الملعب واخدين حساسيه المباريات. لكن انا شايف يعني باختصار شديد ان هو على قد المسؤوليه، هو عنده برضه ميزه كويسه جدا، هو عنده حته مش عايز اقول برود اعصاب، لا حته هدوء، والهدوء دي هو اعتقد ان هو مميز بيها، وبتنفع على فكره في الحالات اللي زي كده وفي المباريات الحساسه والجماهيريه اللي زي كده. اعتقد ان هو بيبقى حته انك تبقى ماسك اعصابك وهادي، دي بتبقى مفيده جدا. اخيرا الزمالك يقدر يا كابتن؟ ان شاء الله يقدر، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم، طبعاً. انما البدايات دايما باكد على البدايات بتدي لك الانطباع اللي هتمشي عليه المباراه طبعا. فالبدايه اول 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله باذن الله باذن ربنا يوفقنا بجون، تاكد ان شاء الله بما لا يدع مجال للشك ان المباراه هتبقى بتاعت نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن حسين السيد طبعا نجم مصر، نجم نادي الزمالك وحارس مرمى كبير، يعني انا كنت بتفرج عليه، يعني حاجه كان عامل زي الاستيك كده بينط ويقدر يجيب الكره من اي حته. اشكرك كابتن حسين. قبل يعني خلاص احنا قربنا نختم، ولكن خبر يعني كوميدي شويه او ضحكني. يمكن كابتن ميدو احمد حسام ميدو من يومين قال لو الزمالك كسب واخد البطوله هينط بالبدله في البحر. مراته ردت عليه وقالت له يا رب تنط في الميه يا ميدو. ولسه معاكم وكوره من الاخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. رجعنا لكم مرة تانية وكرة من الآخر. خلاص احنا فاضل نص ساعة تقريبا على مباراة القمة، زي ما بنقول القمة الأفريقية، الزمالك وصن داونز. يا رب الفوز طبعا، فوز مش أي شكل يعني، مش يعني أنا صراحة معنوياتي بتقول مرتفعة جدا، بتقول إن نادي الزمالك إن شاء الله هيحقق فوز، وإن شاء الله مش مستحيل. يعني خلينا نقول إن فريق صن داونز فريق زي أي فريق، لو أنت اشتغلت عليه بشكل قوي من البداية اعتقد ان انت ممكن تكسب وتكسب بنتيجه كويسه. انا عارف احساس اللعيبه دلوقتي، انا هقولها لكم. نص ساعه ضربات قلب بتزيد، تركيز عالي جدا، خوف من البدايات، واعتقد ان الخوف ده بيولد حاجه كويسه، ولكن اهم حاجه الثقه بالنفس، الهدوء، تنفيذ التعليمات المدرب بشكل دقيق. اعتقد ان نادي الزمالك يقدر يعدي بشكل جيد. كنا معاكم النهارده وان شاء الله هنكون معاكم بكره وبعده من 6 ل 8 حد 2 3 هنكون معاكم في كوره من الاخر مع محمد فاروق او رؤى لو انتوا عايزين تقولوا. بالتالي نشوفكم ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى الفوز لنادي الزمالك. يا رب ان شاء الله، يا رب الزمالك يقدر.